هل تعرفون حقيقة عجيبة، وحقيقة هذه فائدة استفدتها من الشيخ المنجد حفظه الله. حقيقة يا إخواني باب الذكر يشدني كثير. لماذا؟ لأن في أجور عظيمة وجهود قليلة. ذكر الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله في له شريط بعنوان الأسباب التي تصرف الناس عن ذكر الله حول هذا الموضوع. قال: جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل في آخر الزمان يأمر السماء أن تمسك ثلث قطرها، ويأمر الأرض أن تمسك ثلث إنباتها. السنة اللي بعدها يأمر الله عز وجل السماء أن تمسك ثلثي قطرها، ويأمر الأرض أن تمسك ثلثي إنباتها. السنة اللي بعدها يأمر الله عز وجل السماء أن تمسك قطرها كله، ويأمر الأرض أن تمسك إنباتها كله. فقال الصحابة: يا رسول الله، فكيف يعيش الناس؟ كيف يأكلون وكيف يشربون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتقوم مقام الطعام والشراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. تخيلوا يا أخوان، الماء ما فيه والأكل ما فيه، كيف يتقوت الناس؟ كيف يعيش الناس؟ بهذه الكلمات. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيشبع ويرتوي. رأيتم؟ كلمات عظيمة يا أخواني، والله عظيمة. بل يقول صلى الله عليه وسلم: إنما تذكرونه من التهليل والتحميد والتسبيح، إنما تذكرونه من التهليل والتحميد والتسبيح تطوف حول العرش لها دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أرأيت يا عبد الله؟ هذا الكلام اللي أنت الآن تقوله ما يضيع. هذا الكلام الذي أنت تقوله الآن يلف حول العرش، حول عرش الرحمن، له دوي كدوي النحل. لماذا؟ قال: يذكر بصاحبه. يا رب، أنا صاحب فلان، أنا فلان اللي قال لي، فلان اللي ذكرني، فلان الذي قال، وتلف حول العرش وهي تذكر بك يا عبد الله. أما تريد أحد يذكر بك يوم القيامة؟ يشفع لك يوم القيامة؟ أين نحن من هذا الخير؟ أيها الأحبة، أتمنى أن نعود إلى السنة، أتمنى أن نعود إلى السنة ونبحث في هذا الخير العظيم الذي أعطانا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر أيها الأحبة كم عندنا من الأجور، كم نملك من الكنوز، والله ما نسكت.